ما هو البال؟ هل هو عضو في جسم الإنسان؟ كثيرا ما نسمع بطول بالك ودير بالك وخلي بالك وراحة البال وأصلح الله بالك. فما هو البال؟ وهل هذه الكلمة عامية أم فصحى؟ يقول الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. دعونا نتوقف قليلا عند هذه الآية. نجد أن كلمة البال فصيحة وليست عامية. سئل رجل ذات مرة: لو كانت هناك أمنية واحدة تلبى لك الآن ماذا ستتمنى؟ فقال الرجل: راحة البال. البال هو موضع الفكر، والفكر موضعه القلب والعقل. يعني إذا قلت لشخص أصلح الله بالك، أي أصلح الله خاطرك وتفكيرك وعقلك وقلبك. فشروط إصلاح البال 3 مذكورة في كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. الإيمان بالله والعمل الصالح والعمل بتعاليم ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم بشكل فعلي. أراح الله بالي وبالكم وأسعد أوقاتي وأوقاتكم وهداني وإياكم وأصلح بالكم.